السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ نبدأ الوصفة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يلا الوصفة اللي طلعت ترند. ايس كريم الكنكلوب او الشاهد زي ما حسب ما بيسموه. معانا 2 كنتالوب وهنقشرهم معاكم. انا غسلاهم، لازم تبقى غسلاهم ومنضفاهم. غسلتهم ونضفتهم وبقشرهم عشان بالطريقة اللي تعجبك. وصفة بسيطة وسهلة وحاجة طبيعية، هنعملها معاكم ونشوف. وانا صباح ودي قناتي، واللي ما اشتركتيش مشترك ما تنسيش تفعل الجرس وتعملي لايك. لو انت معايا لحد دلوقتي كده اعملي لايك وشير عشان الوصفة توصل لنا، الفيديو يوصل ليه لأكبر عدد من أصحابكم. اعملوا شير معاهم كده ولايك. وحاجات الصيف، الحاجات المنعشة دي وصفة حلوة هتعجبكم. التقشير التقشير بتاعه سهل، لقيتك بتقشر بدنجالة بتتصاية كده يعني، ما يفرقش كتير. اعملي واحدة، تعملي 2، اللي يعجبك تعملي أكتر أقل، يعني المتاح عندك اعمليه. وصفة بسيطة وما بتاخدش وقت. متنسيش اللايك والشير. صلوا على النبي كده في التعليقات، ويعني شدوا حيلكم معانا في المشاهدات كده شوية. انتوا ناسينا خالص، ما فيش تفاعل منكم خالص يا أهل الخير. الموسم فاكهته حلوة وكتيرة، ويحب الحاجة الساقعة. ممكن تعمليها بالفراولة، تعمليها بالمانجا، تعمليها زي ما انت عايزة، بالكنتالوب كده كده. اي فاكهة تعجبك اعمليها بيها، بس هي الكنتالوب ده طالع ترند. وصفة الايس كريم دي طلعت ترند. تقسميها نصين بالعرض كده، وهي هنوريكم نعمل فيها ايه. خليكم معايا. جبنا طبق وجبنا معلقة، وهنشيل القلب اللي بتاعها باللب بتاعه كده ونحطه في الطبق. سهلة خالص وبسيطة ولا فيها شيء، مش شغل كتير. بص بوريلك القلب بتاعها على طول نضف، طلع كل اللي فيها. وانا صباح ودي قناتي، واللي ما اشتركش معايا يشترك. بالمعلقة، بالسكينة، بكوباية، اللي موجود عندك او اللي تعرفي تعملي بيه. انا مسكت معلقة الرز وقورتها تقوير كده زي ما تكوني بتقوري البطاطساية. هنركن الطبق على جنب وهنقول لكم هنعمل ايه. جبت البولة وقطعت الكنتالوب بشرايح، وبعدين هقطعه مكعبات زي ما انت شايفة كده. قطعي مكعبات صغيرة، مكعبات طويلة، بس يعني صغير صغير تكون أحسن، عشان لما تفرزيها تبقى سهلة في الفك. وصفة سهلة وبسيطة وفي 10 دقايق تعمليها، متاخدش وقت.
قطعت كل مكعبات كده في البولة، وخليكي معايا على الفيديو شوف هتعملي معانا. واللي انت معايا لحد دلوقتي اشترك واعملي لايك. اوريك تقطعتي، انا قطعت واحدة على ايدي والتانية هقطعها كده على البلانشة عشان اللي يريحك اعمليه. تقطعي كده تقطعي كده، اللي تعرفي تعمليها اعمليها، ما فيش صح وغلط يعني. نحطهم كلهم على بعض وبعد كده نقول نعمل ايه برضه. خليكم معايا. جبت الخلاط، وده قلب الكنتالوبتين، ودي كوباية لبن معاك، ودول 4 معالق سكر بس بمعلقة الأكل، وضربتهم في الخلاط وصفيتهم. ممكن ما تحطوش سكر لو مش عايزة، دي الإضافة الوحيدة اللي ضفتها عليها. بص البذرة طلع لوحده، وكان صفيته على المكعبات وحطيته في البولة، وحطيته في أكياس بحيث إن يتفرز معايا يبقى سهل التفريز يعني. حطيته في الكيس، قسمتهم على كيسين كده بالصوص اللي فيه اللبن ده، يعني اللب بقلب البتاع، وحطيت عليه اللبن وضربته وصفيته على المكعبات، وقسمتهم على كيسين وهنفرزهم في التلاجة في الفريزر. آه يعني 3 4 ساعات 5 ساعات كده على حسب الفريزر بتاعك. وربطت الكيس وحطيتهم الكيسين في العلبة وحطيتهم في الفريزر. ليه لحد كده هنقول لك هنحطهم في الفريزر لمدة 4 ساعات 5 ساعات. طلعتهم اهم وسبتهم 10 دقايق يفكوا شوية كده من بعضهم، وهنضربهم في الكبة. جبت الكبة او بالهاند بلندر اللي موجود عندك، وهنضربهم ضربا. يعني هي بص ما بتدوبش الكنتالوب، بيبقى فيها قطع كده بسيطة. ضربتهم في الكبة نعمتهم، وهنقول لكم نعمل ايه. خليكي معايا. بس ضربته لحد ما لونه بقى ابيض بقى من شوية اللبن اللي كانوا فيه. هنحطه في العلبة بقى من غير اكياس، ونحطه في الفريزر تاني 3 4 ساعات 5 ساعات زي ما انت عايزة، وحسب قوة الفريزر عندك يعني. هنقفله ونحطه في الفريزر وكده ايه. بعد 4 ساعات كمان هنحطه في الكبة كمان مرة. لو عندك هاند بلندر اضربه بالهاند بلندر وهو في العلبة كده. هنا هقسمهم بنصين، واحط نصهم واضربهم، وبعدين اضرب النص التاني لوحده اقول لكم هعمل فيه ايه. ده مش هنحط اي اضافات تانية، هو ميزته ان هو طبيعي. ما تنسيش اللايك والشير. هو معلش انا بسند البتاع البيض عشان هو اصلا الباب بتاعه السن بتاعه مكسور، فبدب عليه دبتين عشان يفرز يقفش في بعضه يعني يشتغل. لازم ابقى سنداه بايدي كده عشان ما يفكش، لان الشنكل بتاعه مكسور بتاع الغطا، فمعذرة يعني. وعشان نصلح بقى نشيل ونروح العتبة ومش عارف ايه بقى وحوار، وعملته قبل كده وبسط انا، فبمسكه بايدي كده. لازم افضل دايسة مش ماسكاه يعني، دوس كده عشان الغطا ما يفطش.
لو فضت الغطا بيفصل. كده خلصنا الجزء الاولاني، وده النص التاني هنضربه نفس الطريقة برضو. هحط عليه نقطة لون اخضر بحيث ان يدينا اللون الاخضر اللي يبقى لون الايس كريم بتاع المحلات كده. شايفين؟ هي نقطة اللي حطيتها مفيش غيرها، مرضيش اكتر عشان كان يبقى اخضر قوي. بص اللون بتاعه فرق. وحطيت كل جزء في علبة بقى المرة دي، علبتين صغيرين. قسمته على علبتين المرة دي، مرة اللي هو الأبيض اللي هو الطبيعي، وده اللي هو اللي حطيت له اللون الأخضر بس. وهنحطهم في الفريزر برضو لمدة 3-4 ساعات كمان. لازم تفرزيهم. بس بظبط لكم شكلهم بالمعلقة، بس هم عشان لما تضربوا فتراي شوية. واللي معايا مننساش اللايك، متنسوش اللايك والشير مع أصحابكم وحبايبكم. وحاجة لطيفة وحلوة للأولاد الوقت في أيام الحر اللي احنا فيها دي والامتحانات وكده، رطبوا على قلبهم. وصفة جميلة جدا وسهلة وبسيطة، حاجات من البيت مش مكلفة خالص، عشان تروحي تشتري علبة آيس كريم بالشيء الفلاني دلوقتي. دي تأكل العيال في البيت كله. علبتين حلوين ومحترمين. الغطا مش راضي يتعدل عشان كده مش راضي يقفل، بس قفل اهو. معلق او على الفريزر. وهجبنا المعلقة وبنغرف معاكم. ده اللي هو ايه، ما حطيتش عليه لون طبيعي. الكنتالوب زي ما هو كده. بص وانت بتاكليه تحسي ايه، يعني شفت طعم اللوليتا بتاع الزمان؟ هو ده طعم اللوليتا، منعش وجميل جدا. بالهنا والشفا، صحتين على قلبنا وعلى قلبكم. واللي يعمل الوصفة يقول لي. وصلوا على النبي في التعليقات كده. وده بص اللون الاخضر بتاع الايس كريم بتاع المحلات كده اللي بيبقى لونه مفرع، ويقولوا لي اللون ده جايبينه منين. الله أكبر. هنكمل معاكم. هنغرف معاكم في الكاسة، في بولة، في معلقة، كوباية ايس كريم اللي موجود عندك حط فيه. حاجات بيتي دي وحاجاتنا في البيت للأولاد دي ما مش هتفرق معانا، نحطه في طبق ولا بولة ولا في كاس، في أي حاجة. ورتب على قلبك وقلب عيالكم في الصيف ده بفاكهة الموسم. وأنا عيوني معاك اللونين اهو، الأصفر والأخضر، وحاجة طبيعية وحاجة بتاعت البيت. وبالهنا والشفا، صحتنا على قلبكم. بوريكم اللي فات في العلبة وهدوق معاكم كمان اهو. هوريكم ان انا هدوق معاكم بالهنا والشفا.